السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك، ومعلومات مهمة جدا عن صفقات النادي الأهلي. رقم واحد يا جماعة، محمد علي بن رمضان. أقسم لك بالله اللي بكلمك فيه دلوقتي هتحاسب عليه، وأي حد يسمع الفيديو يقدر يرجع لي تاني فيما بعد إن كنت عندي معلومة أو كلمة غلط. النادي الأهلي كان من يومين العرض اللي وصل والتحرك بعد حسم صفقة يحيى عطية الله لمحمد علي بن رمضان للنادي المجري كان وصل 1,900,000 دولار. اليوم من ساعات وصل عرض جديد للنادي المجري من النادي الأهلي ب2,100,000 دولار، والصفقة تقترب وبقوة. محمد علي بن رمضان خلال ساعات، بالكتير أيام، لو ما كانش خلال ساعات، يوم 2-3 كبيرك 3-4 أيام هيكون محمد علي بن رمضان داخل النادي الأهلي بناء على رغبة اللاعب. وكمان النادي الأهلي رفع العرض زي ما قلت لحضرتك دلوقتي ل2,100,000 دولار. بتحاسب على كلامي، كل كلمة هقولها هنا. أروح مع حضراتكم للقندوسي، أحمد القندوسي. نادي سيراميكا كلم النادي الأهلي تاني بعد النادي الأهلي ما كان بيقول مش هيتعامل مع سيراميكا. كلم النادي الأهلي على استعارة أحمد القندوسي تاني لموسم جديد إضافي، وبناء عليه سيراميكا خلص مع القندوسي وخد موافقته. النادي الاهلي رد لو مفيش عرض لاحمد القندوسي. كلنا عارفين القندوسي خلاص النادي الاهلي مارسيل كولر مش عاوزه عشان مكان الاجانب. النادي الاهلي رد على سيراميكا خلاص لو مفيش عرض اوروبي مناسب للاعب، خلاص انت معاك موافقه اللاعب فانا ما عنديش مانع. فخلاص القندوسي غالبا يا اوروبا يا اما خلاص سيراميكا اعاره لموسم جديد. اذا قصه القندوسي واجنبي جديد تحل من قبل النادي الاهلي، وسيراميكا هيكون خيار اكيد. اروح لبيرسي تاو. بيرسي تاو يا جماعه، بيرسي تاو حتى الآن لم يفسخ عقده، مفيش فسخ عقد لحد الآن، ولكن الوجهة الأقرب هي الوداد. بيرسي تاو ماشي، مارسيل كولر بلغ اللاعب قاعد مش هتشارك، إذا عندك عرض تفاوض واتكل على الله. فبيرسي تاو يمكن طلع مش كويس شوية، بيتدلع، عايز يفسخ عقده ويروح ببلاش لنادي الوداد. بيرسي تاو خارج النادي الأهلي، الأقرب الوداد إذا كان بمفاوضات مع النادي الأهلي وخروج اللاعب حتى ولو إعارة. ممكن تحصل إعارة لنادي الوداد المغربي. في كلام بين النادي الأهلي والمفاوضات ماشية كويس جدا، ولكن ممكن يكون في شوية دلع ونادي الوداد سارح ببيرسي تاو شوية علشان يفسخ العقد بتاعه. ولكن بيرسي تاو الواجهة الأقرب ليه هي الوداد المغربي وهو خارج النادي الاهلي. اذا حلينا مكان الاثنين الاجانب اللي مارسيل كولر مش عاوزهم. اروح مع حضرتك لنقطه وهي يعني يعتبر نقطه اخيره. المهاجم النادي الاهلي بيخلص في كيفن كارلوس يا جماعه. برضو عشان اقول لحضرتك معلومه، النادي الاهلي مفاوضاته بيتم بعد امير توفيق. ده راجل بيتفاوض بس ملوش اي اراء. خلاص انا عايز ده، روح اتفاوض معاه وخلص معاه. اداره السكاوتنج بقياده الكابتن هاني رمزي ولجنه التخطيط ومارسيل كولر خلاص اتفقنا على ده، يبقى نتكل على الله ونتفاوض. اذا المهاجم اللي معاه الكلام دلوقتي هو كيفن كارلوس الاسباني النيجيري الجنسيه. محمد عبد المنعم وكلام نهائي واخير. محمد عبد المنعم قعد مع الكابتن محمود الخطيب، طلب قعده مع الكابتن محمود الخطيب وقعد معاه. يا كابتن عايزك تسهل، قال له يا عبد المنعم العرض لما كان جاي في الاول كان ب 2 مليون يورو، وديك شايف احنا عارفين قيمتك وما ينفعش نطلعك ببلاش، والنادي لو مش عارف قيمتك ما كانش وصل معانا ل 4 مليون يورو. خد مني، وزي ما قلت في اول الفيديو مسؤول عن كل كلمه بقولها هنا واي حد يقدر يرجع لي. عبد المنعم العرض اللي وصل للنادي الاهلي حتى
حتى الآن 4 مليون يورو. النادي الأهلي طالب 4 مليون ونص يورو. اللاعب عايز يمشي بنسبة كبيرة، اللي أنا بكلمكم فيه ده كله حتى عبد المنعم والناس دي كلها خلال يوم أو 2 هيحسم زي بن رمضان. يعني عبد المنعم بنسبة 99% إلى نيس الفرنسي، وممكن نيس يحط النص مليون يورو اللي الأهلي طالبه تاني. تحياتي لحضراتكم، ودي كانت أخبارنا. بالنسبة لفتوح يا جماعة مش هنتكلم في قصته لما النيابة العامة تصدر قراراتها. تحياتي ليكم، ما تنسوش اللايك والشير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.